كلنا عارفين إن الكون بيتوسع، بس هو حد يعرف ما بعد الكون إيه؟ قبل 13.8 مليار سنة كان الكون عبارة عن كرة مضغوطة ودرجة حرارتها عالية جدا، ومن كتر الضغط والحرارة انفجرت، وبعدها بوقت اتكون دخان من الهيدروجين والهيليوم، ودول اللي كونوا النجوم والمجرات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. الكلام ده اتذكر في القرآن الكريم من 1400 سنة، ودي كانت واحدة من معجزات القرآن الكريم. بعد الانفجار العظيم الكون بدأ يتوسع بسرعة أسرع من سرعة الضوء من شدة الانفجار، وده بسبب طاقة غير معروفة بيسموها الطاقة المظلمة. من سنين قريبة قدروا العلماء إنهم يحسبوا قطر حجم الكون، واللي بقى يساوي 93 مليار سنة ضوئية، وده بالنسبة للكون اللي احنا بنشوفه. ده غير طبعا إن الكون مازال بيتوسع، فالنسبة دي ممكن تكون نسبة تقريبية لحجم الكون الأصلي، بس العلماء افترضوا إن حجم الكون هو أكبر من الرقم ده بفرق كبير جدا، وفي منهم اللي قالوا إن الكون ملهوش نهاية. في 3 نظريات بتحاول تفسر حواف الكون وما بعده. النظرية الأولى اسمها نظرية الكون الموازي، وهو إنه بيفترض وجود كون نفس الشكل ونفس الطبيعة الفيزيائية للكون بتاعنا أو العكس. النظرية التانية اسمها نظرية الأكوان المتعددة، وهو إن بعد الكون بتاعنا في أكوان تانية كتير زي الكون بتاعنا، وإن إحنا في كون وسط أكوان، ده زي كأنك في مجرة وسط مجرات، وإن الكون هو اللا شيء. النظرية التالتة هو إن ما بعد الكون فراغ، مفيش أي حاجة في العالم غيرنا والله أعلم. إحنا اتكلمنا عن بداية الكون وما حوله، بس هو حد يعرف نهاية الكون هتبقى إزاي؟ في نظريات كتير بتتكلم عن الموضوع ده، بس أنا هتكلم عن أهم نظريتين، في واحدة منهم مذكورة في القرآن. أول نظرية اسمها نظرية التمزق أو التجمد، وهو إن الكون هيفضل يتوسع لحد ما يحصل حاجة من الحاجتين، يا إما هيفضل يتوسع لحد ما المجرات كلها تبعد عن بعضها وبالتالي الجاذبية هتضعف، وبكده مواد الكواكب والنجوم مش هتتفاعل مع بعضها وتبتدي تموت، يا إما التمدد هيخلي درجة الحرارة تقل لحد ما حركة الأجسام اللي في الكواكب والمجرات تتوقف عن تفاعلاتها. النظرية التانية اسمها نظرية الانسحاق، والنظرية دي مذكورة في القرآن الكريم. النظرية دي بتقول إن في مادة موجودة في كل شيء حوالينا، المادة دي بتخليك يكون ليك كتلة، بمعنى أوضح إن المادة دي هي اللي بتجمع الذرات مع بعضها، يعني المادة دي هي اللي بتحافظ على إن الجسم يكون ماسك في بعضه، ولولا المادة دي كانت الأجسام هتكون عبارة عن ذرات متفككة زي الرمل كده. في جهاز في سويسرا اسمه مصدم الهيدرونات، الجهاز ده عبارة عن إنه بيسرع البروتونات اللي أصغر من الذرة لسرعة الضوء وبعد كده يخبطهم في بعض. في 2012 اكتشفوا مادة مش بتتشاف اسمها جزيء هيجز، المادة دي هي اللي بتخلي البروتونات لها كتلة وماسكة في بعضها، وده كان أكبر إنجاز عملوه وأخدوا عليها جائزة نوبل. علماء الفضاء ربطوا موضوع جزيء هيجز بنظرية نهاية الكون. في الفترة الأخيرة العلماء قالوا إن المفروض نسبتها تكون في الكون 127 مليار إلكترون فولت، بس في الحقيقة هو إن النسبة دي قلت وبقت 126 مليار إلكترون فولت، وده اللي أكده نظرية الانسحاق العظيم، وإن المادة دي ممكن في يوم من الأيام تختفي، وإن الكون بكل ما فيه يفقد كتلته ويرجع زي ما كان في الانفجار العظيم. والمعجزة في الكلام ده هو إن القرآن الكريم ذكر كل الكلام ده من 1400 سنة، واللي اتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل وبدليل القرآن هو الدكتور عمرو خالد في حلقة نهاية العالم متى وكيف، الحلقة رقم 9. هسيب لك لينك الحلقة في الديسكريبشن، وأتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه.